الإضافة اللي غادي نزيدها هو التدخل تاعكم يكون بكل احترافية. ديروا في الصب في الذهن تاعكم أن الهدف من هذه العملية نستهدف فئة واحدة، وهي المواطن الذي نتمنى له أن يقضي هذه الليلة في كامل الطمأنينة. الشيء الثاني هو ثانوي بالنسبة لنا اليوم خاصة، هو استهداف بعض بؤر الجريمة الصغيرة ولا اللي غادي نستهدفها بكل احترافية. الشيء اللي نطمنكم هو المحافظة على نفوسكم، المحافظة على عتاد المصلحة، التدخل بكل احترافية. أتمنى لكم الجميع التوفيق، عام سعيد لكم ولينا وللأهل تاعنا جميعا، وبارك الله فيكم وبالتوفيق إن شاء الله. يأتي هذا النشاط الأمني ليجسد محاور التنسيق الفعال ما بين قيادة المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني، والذي جسدناه هنا فعليا محليا بين المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ومصالح شرطة سيدي بالعباس، بالقيام بعملية شرطة مفاجئة مست كل أحياء وأغلب الضوائر التابعة لولاية سيدي بالعباس. تم من خلالها دراسة حالة أشخاص مشتبه فيهم، تحويل مركبات مع حجز قطع من المخدرات والأسلحة البيضاء المحظورة. إذن شرطة سيدي بالعباس ومصالح الدرك الوطني تضع الرقم الأخضر 1548 والرقم الأخضر 1055 تحت تصرف المواطنين للاتصال في الليل كما في النهار من أجل طلب الخدمة أو من أجل التبليغ عن مختلف الجرائم. ممتلكاته من مختلف أشكال الجريمة والسهر على راحة العائلات بمناسبة نهاية السنة الميلادية 2022 وتزامنا مع العطلة السنوية، العطلة الشتوية. نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بالعباس رفقة مصالح الأمن الوطني بسيدي بالعباس مداهمات مشتركة بهدف مكافحة أوكار الجريمة، تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين، وذلك بوضع تشكيلات أمنية ثابتة ومتنقلة عبر محاور الطرق، الساحات العمومية وفضاءات الراحة عبر إقليم ولاية سيدي بالعباس. العملية تتم ضمن احترام حقوق الحريات والحريات وفي إطار الشرعية الإجرائية. الأولى نهار مبروك إن شاء الله، هذا عام جديد يدخل على الشعب الوطني بالفرح والسرور. واليوم ما شاء الله الأمن من كل بلاصة الحمد لله، ورانا في نعمة والحمد لله. وتحية